في معتمدية رمادة وفي منطقة كمبوط المتاخمة للصحراء التونسية، هذه صور لمشروع فلاحي نموذجي حين نجح أصحاب هذه الأرض في تحويلها من أرض قاحلة إلى أرض منتجة لأنواع شتى من النخيل. مشروعنا بكل بساطة فلاح، مشروعنا بيولوجي، مشروعنا أسوه مجموعة من الناس يحبوا الفلاحة البيولوجية بالتحديد في المنطقة هذه، واخترنا نخل مش اعتباطا، اخترنا نخل خاطر البيئة هنا والمناخ هنا يلائم غراسة النخيل في رمادة. عملنا حوالي 2000 نخلة إلى حد الآن، المنتج فيهم حوالي 700 نخلة. بإذن الله عام جاي نوصلوا ل 1400 نخلة منتجة، يعني من هنا 3 سنين يكون ال 2000 بإذن الله الكل منتجين. مشروع فلاحي مندمج لم يكتفوا فقط على مشروع فلاحي، بل أضافوا إليه مشروعا سياحيا. في السياحة عندنا برنامج باش نعملوا إن شاء الله، ديجا الأشغال وصلت في حدود 50% إنجاز. هي عبارة على جيت ريرال، إقامة دار ضيافة، هي موجهة للناس اللي تحب البيئة هذه، اللي تحب الريف، تحب الفلاحة، وموجهة حتى للناس اللي يحبوا الاشتغال بالفلاح، مش السياح فقط. رحلة ستتواصل بإنجاز مختلف مكونات المشروع الأخرى حتى يكتمل هذا الإنجاز في عمق الصحراء، ويكون رسالة للباعثين آخرين حتى يقبلوا على الاستثمار في هذه المناطق. نقنع الفلاحة هنا ونقنع الشباب خاصة أنه البيئة متاعهم راهي مناسبة لبرشا حوايج، راهي مش بيئة منفرة، لا، هي بيئة جالبة للناس اللي تحب الفلاح، الناس اللي تحب تستثمر في الفلاحة، راهو البيئة موجودة، ويكفي أن الدولة زاد تقف معهم. احنا توا القاطرة خطيرة التنمية الفلاحية بالنسبة لمعطية رمادة انطلقت، ولا الواقع منذ السنين الأخيرة. دورنا الأساسي هو تعريف بالإمكانيات العقارية والمائية المتوفرة بالمنطقة، ثم مرافقة وتأطير ومساعدة الفلاحين أو المستثمرين عبر الاتصال والتنسيق مع مختلف الإدارات، وتسهيل كل الإجراءات وتبسيطها ومتابعتهم من فكرة المشروع إلى الإنجاز. تعددت الصعوبات واختلفت التحديات، لكن الهدف كان واحد، هو إكمال هذا المشروع حتى يكون مشروعا مختلفا عن بقية المشاريع.